اهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ طبعا النهارده جاي لكم بنسختي فيرجن 8 حاجه جمدان بمعنى الكلمه. تمام. طبعا عشان الفيديو بتاع النهارده ما يطولش زياده عن اللزوم، تعالى يا اسطى كده نشوف النبذات المميزه عامه اللي في النسخه دي. حرفيا النسخه دي بتتميز بحاجات كتير جدا. تمام. مبدئيا يا اسطى النسخه بترمي فيروسات ايفون وبترمي فيروسات اندرويد وسريعه جدا في الرمي زي ما انت شايف كده. حرفيا جمدان بمعنى الكلمه يا اسطى النسخه دي. تمام. لتهنيج نص نسخ المجال ده مبدئيا. طبعا يا اسطى تاني حاجه النسخه مش هتطلب منك تحديث، النسخه هتثبت جنب اي نسخه واتساب عندك، زائد هتثبت على جميع الاجهزه برضو، يعني ما تقلقش حتى لو تليفونك ضعيف. تمام. عندك هنا طبعا هتدوس على 3 نقط بعد كده يا اسطى اللي هو الاعدادات بمعنى اصح. عندك ده السيتنج اللي هو المود بتاع الاعدادات بالشكل الجمداني اللي انت شايفه ده. عندك لو دوست على قسم زراير كده الفيروس. طبعا يا اسطى مبدئيا النسخه بتقوي ابلاغات، يعني بتحظر ارقام في لحظه باربع ابلاغات بالظبط. يعني عندك 4 في 8، شوف كام ابلاغ. يعني عندك الابلاغ الواحد بيبقى بتمن ابلاغات. يعني حرفيا يا اسطى النسخه دي مخصصه لحظر الارقام. تمام. تمام قوي. حرفيا جمدان بمعنى الكلمه. عندك النسخه برضو بتقطع النت على الايفون، بتقطع النت على الاندرويد، وبتقطع النت على اي نسخه واتساب وعلى اي نسخه على اي جهاز بمعنى اصح يعني. تمام. طبعا الشرح كامل هتعرفه في الفيديو بتاع النهارده. تمام كده. تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه فيها برضو توفير البطاريه، يعني ما تقلقش على شحن التليفون عامه وانت مستعمل النسخه دي. تمام. ده يا اسطى مبدئيا. عندك هنا طبعا التحكم في الواجهه لو دخلت عليها كده. ده طبعا يا اسطى عندك النسخه برضو بتغير اساميها كلها في لحظه. تمام. يعني انت لو عايز النسخه طبعا باسمك بتعمل كده طبعا. تمام. عندك هنا تغيير اسم مندو الحاكم من الواجهه زي ما انت شايف كده. هنا تغيير اسم الجروبات، تغيير اسم المكالمات، تغيير اسم الشتات، تغيير اسم الحاله. لو عايز تغير الكلام ده كله بتبدا تغيره من غير اي مشكله وفي لحظه. تمام. عندك النسخه برضو بتصفي رومات بامر، يعني النسخه بتصفي رومات بامر يا اسطى، وحرفيا بطريقه جديده زي ما انت شايف كده. حاجه روعه بمعنى الكلمه. النسخه برضو بترفع الريكورد ستوري. تمام. النسخه فيها بص، النسخه فيها عظمه. تمام. النسخه جمدان بمعنى الكلمه. تمام. طبعا يا اسطى لو دخلت على تفيك الشتات كده، عندك هنا طبعا النسخه بتفيك الشات طبعا لحظر الارقام زي ما انت شايف كده. الشرح كامل هتعرفه في الفيديو بتاع النهارده، وهتعرف طبعا وتشوف النسخه الجمدان اللي انا جايلك بيها النهارده دي. طبعا دي نسختي فيرجن 8 زي ما قلت لك، جمدان حرفيا. تمام. كل اللي انا طالبه منك يا اسطى ترزع على اللايك بتاعك الجميل دلوقتي، زائد الكومنت بتاعك الاجمل. هننزل بالانترو بتاعنا وكمل الشرح على طول. كمل الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد من قناة مندو الحاكم. تمام. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كالعادة تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد لو دي اول مشاهدة ليك. طبعا يا اسطى انا جالك النهارده بنسختي فيرجن 8، حرفيا حاجة جمدان بمعنى الكلمة زي ما انت كده شفت في مقدمة الفيديو. تمام. طبعا كل اللي انا طالبه منك يا اسطى التقدير بس مش اكتر. يعني انت مش هتخسر اي حاجة دلوقتي لما تضغط اللايك بتاعك. تمام. زائد الكومنت بتاعك الاجمل برضو مش هتخسر اي حاجه لو عملته يا اسطى. الحاجات دي كلها طبعا بتشجعني ان انا انزل لك المزيد دايما. تمام. طبعا خلينا نخش كده على النسخه مبدئيا علشان طبعا الفيديو بتاع النهارده ما يطولش. تمام. هحاول على قد ما اقدر ان انا اقصر لك في الفيديو. عامه يا اسطى الفيديوهات اللي بتطول مني دي بيبقى غصب عني، اقسم بالله النسخ بيبقى فيها مميزات كتير بس مش اكتر. تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه بتاعت النهارده فهي باسورد، والباسورد طبعا هيبقى مكون من 4 ارقام. هقوله رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو. تمام كده. تمام قوي. زي ما انت شايف كده يا اسطى النسخه اول ما تفتح معاك هتفتح معاك بالواجهيه الجمدان دي. تمام. عندك هنا طبعا الفانز، هنا الرومات، هنا طبعا الستايت، هنا الرنات بنفس الشكل الجمدان اللي انت شايفه ده. تمام. عندك هنا طبعا بتعمل مجتمع للرومات، يعني انت لو عايز تعمل مجتمع لخمس ست جروبات بتعمل كده من غير اي مشكله. يعني ايه مجتمع عامه؟ ده مبدئيا اللي هو يا اسطى بتعمل الخمس ست جروبات دول في جروب واحد. انت فاهم ازاي؟ لو انت عايز شرح برضو عن الحوار ده بتقدر تكتب لي تحت في الكومنتات وهفهم لك انا الدنيا
الدنيا، وهفهمك انت اخر الدنيا برضه في نسخه تانية. تمام. تمام قوي. عندك يا اسطى النسخه دي عباره عن جمدان، النسخه روعه بمعنى الكلمه. تمام. عندك هنا النسخه بترمي فيروسات ايفون وبترمي فيروسات اندرويد وبترمي الاتنين مع بعض عامه لتهنيج نص نسخ المجال زي ما انت شايف كده. طبعا النسخه طلقه في الرمي، النسخه مبدئيا طلقه في الرمي زي ما انت شايف كده. طبعا النسخه دي انا نزلت لها تيست عشان تكون فاهم برضو. تمام. واي نسخه ان شاء الله باذن الله هنزل لها تيست الاول قبل ما انزل النسخه. تمام. حرفيا النسخه جمدان. وطبعا يا اسطى لو عايز تستفسر اكتر ممكن تشوف التيست برضو، هتلاقي الفيديو اللي قبل ده. تمام. طبعا النسخه زي ما انت شايف كده بترمي طلقه في الشات اهوت، ده مبدئيا. وطبعا النسخه فيها تذكر والدنيا دي. عندك اصلا نسخه بتقطع النت عنها برضو من غير اي مشكله زي ما انت شايف كده. هنخش على الثلاث نقط. عندك هنا المجموعه جديده، عندك هنا رساله جماعيه، هنا طبعا الاجهزه المرتبطه، هنا طبعا رسائل مميزه بنجمه، دي طبعا الاعدادات زي ما انت شايف كده. تمام. عندك هنا مركز المساعده، طبعا هتخش على معلومات التطبيق، ده طبعا يا اسطى الاباوت بتاع النسخه حاجه فوق الروعه بمعنى الكلمه زي ما انت شفت في مقدمه الفيديو وسمعت ان النسخه طبعا مش هتطلب منك تحديث وهتثبت جنب اي نسخه واتساب عندك، يعني ما تقلقش من الحوار ده خالص. تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى حتى لو جهازك ضعيف برضه ما تقلقش، النسخه دي برضه هتثبت عندك من غير اي مشكله خالص، يعني بص مأمنك من كله بمعنى اصح. عندك هتدوس على الكلمه اللي هي بالانجلش دي. طبعا يا اسطى عندك هنا مسج لنمبر مكسل تسجله، عندك هنا الريستر للواتساب مندو الحاكم يعني اللي هو عادي التشغيل بمعنى اصح. وده طبعا كلم رقم يعني انت مش مسجله والكلام ده كله. طبعا هتدوس على الثلاث نقط تاني بعد كده الكلمه اللي بالانجلش، وهتخش على خاصيه نسخه مندو الحاكم زي ما انت شايف كده. تمام. مبدئيا عندك هنا خاصيه مندو الحاكم فيرجن 8، هنا طبعا اخفاء غير ظهور، وطبعا هنا اخفاء اعاده التوجيه، هنا المكالمات والخصوصيه بتاعه الحاله والكلام ده كله. دي طبعا المميزات عامه اللي احنا متعودين عليها وبنشوفها في اي نسخه واتساب. عندك هنا التحكم في جوده الصور. تمام. ده طبعا يا اسطى بص مهم جدا، طبعا ممكن تلاقيهم كده مثلا، ده طبعا بتفعلهم للاخر كده علشان ترسل الصور عامه والمقاطع الصوتيه والفيديوهات والكلام ده كله بجوده كويسه جدا، وبتبقى يعني بص بتبقى كويسه جدا يعني بجوده كويسه جدا. تمام. وعلى التليفون برضو الدنيا دي. عندك هنا ارسال مقطع الفيديو اكبر من 16 ميجا بايت، يعني جمدان حرفيا. هنا ارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا بايت برضو. تمام. فمهم جدا انك تفعل دول للنهايه كده، ولو لقيت ده برضو مش متفعل تفعله كده. تمام. تمام قوي. حرفيا يا اسطى نسخه فوق الروعه. عندك ده كلين كاش اللي هو تنظيف النسخه بمعنى اصح، هنا تنظيف ذاكرة التخزين مؤقت. تمام. هنا مسح المزالج اللي هي المخزنة والكلام ده كله في الواتساب. هنا امسح الملفات عند فتح النسخة نفسها. هنا طبعا نسخ الاحتياط والاستعادة لو انت عايز تركب ملف سرعة اللي هو الباك اب اند ستور. تمام. تمام قوي. ده طبعا بتستخدمه لو انت عايز تركب ملف سرعة اللي هو النسخ الاحتياط والاستعادة بمعنى صح. عندك هنا طبعا يا اسطى هتخش على قسم زرار الفيروس زي ما انت شايف كده. هنا طبعا حماية قفل الصور، ده طبعا بيحميك من الفيروسات الصور والكلام من ده. حماية قفل الدلوكس اللي هو الفيروس الاجنبي. تمام. طبعا يا اسطى من غير كلام كده هتفعل دول عند اللزوم بس. طبعا انت بترمي فيروس على حد او بتستقبل فيروس من حد، وبكده هتفعل الخمس زراير الاولانيين دول. تمام. تمام قوي. واول رقمين في الباسورد يا اسطى 80. كمل الفيديو عشان تسمع اخر رقمين في الباسورد وتكمل طبعا عشان برضو تعرف مميزات النسخه. تمام. تمام قوي. عندك هنا طبعا الغاء المنشن. تمام. عندك هنا ازاله 75 من التهنيج نفسه، ده طبعا تفعله. عندك هنا ازاله الاسماء من المستندات. عندك هنا ازاله الصور او النصوص عامه زي ما انت شايف كده، ده طبعا يا اسطى عنده لزوم بس عشان ممكن يعملك اخطاء في النسخه. تمام. ده طبعا زي ما قلت لك لو انت بترمي فيروس على حد او بتستقبل فيروس من حد. تمام. هنا طبعا يا اسطى اللي هو تقوية ابلاغات النسخة، ده طبعا بتستخدمه في موضوع حظر الارقام. تمام. ايه هو الابلاغ بتمن ابلاغات ده؟ هقول لك وهفهمك دلوقتي. اللي هو يا اسطى انت مثلا بتيجي طبعا عشان تعكس على واحد بمعنى اصح عشان تحظر رقمه. تمام. طبعا انت بتعمل له ابلاغ، انت اصلا الابلاغ اللي انت بتعمله ده في النسخه دي بالذات بيبقى بتمانية، يعني بتمن ابلاغات. تمام. يعني 4 ابلاغات بالظبط، لو الاكواد اللي معاك شغاله الرقم هيطير، وانا عارف انا بقول لك ايه. تمام. جرب الحوار ده وهتدعي لي يا اسطى. عندك هنا فعله لو عملت اعاده توجيه. تمام. مهم جدا انك تفعله. عندك ده عدم التهنيج من فيروس اللي هو اللي بالانجلش ده. هنا الحمايه من الكونكتات لازم طبعا تفعله عند اللزوم بس زي ما قلت لك. تمام. هنا طبعا هتقطع النت على اي نسخه طبعا يا اسطى على جهاز ايفون. تمام كده.
تمام أوي. طبعًا هتفعّل الزرار ده وهتتأكد إن صاحب النسخة دي معاه تليفون أيفون، بعد كده هتبدأ تبعت له نُقط بس مش أكتر. طبعًا النسخة هتقطع نت عنده خالص وتليفونه كمان هيتدمر خالص، حرفيًا جمدان بمعنى الكلمة، اللي يبقى فيه قطع نت على الأيفون، ودي طبعًا لأول مرّة على اليوتيوب وأنا عارف أنا باقول لك إيه. هنا قطع نت على الأندرويد بمعنى أصح، تمام كده؟ تمام أوي. نفس الحوار برضه هتبدأ تفعل الزرار ده وهتبدأ تبعت نقط لأي شخص عامة النت عنده هيتقطع خالص، تمام. هنا قطع نت على أي نسخة وعلى أي جهاز، تمام. نفس الحوار برضه هتبعت نقط يا اسطى والدنيا دي. هنا طبعا يا اسطى وظائف القيادة نفسها، هنا مسح السلايد كله بضغطة واحدة. عندك هنا زيادة أداء النسخة لازم تفعل الزرار ده، وده طبعا توفير البطارية لازم مهم جدا إنك تفعل الزرار ده دايما عندك، تمام. هنا طبعا الحذف التلقائي لجهات الاتصال، عندك هنا الحذف التلقائي للرسائل الجديدة والكلام ده، تمام. تمام أوي. دي طبعا الحاجات اللي هي مهمة ومش مهمة في نفس ذات الوقت، يعني إيه هتفيد ناس وفي ناس تانية مش هتفيدها خالص، تمام. عندك هنا التحكم في الواجهة، هنا يا اسطى الخطوط بتاعت النسخة كاملة، حرفيا حاجة فوق الروعة بمعنى الكلمة، تمام. عندك هنا اللي هو الستايل بتاع النسخة، طبعا هنختار الوضع التالت. هنا طبعا هنختار الوضع التاني، التاني مثلا اللي هو انماط بتاعة الواجهة نفسها. هنا اظهار اللي هو الانترنت، تمام. عندك ده يا اسطى انماط اللوجوهات نفسها، تمام، لو انت عايزه يتفعل الكلام ده كله، تمام، بس تقريبا مش شغال في النسخة فكبر دماغك منه خالص. عندك هنا اللي هو انماط التكوين، تمام. برضو عندك هنا التمانية، حرفيا حاجة جمدان بمعنى الكلمة. هنختار الوضع التالت ده ونشوف مع بعض، تمام، ونختار برضو الوضع الاولاني ده وهنشوف الجمدان كله دلوقتي، تمام. عندك هنا بقى يا اسطى اللي هو تغيير اسامي الجروبات والمكالمات والشتات والحالات والكلام ده كله في النسخة بره، تمام. وعندك هنا تغيير اسم مندو الحاكم من الواجهة، يعني حرفيا هتغير اسامي نص النسخة عامة باسمك، يعني دي حاجة فوق الجمدان، تمام. مثلا هنخلي اسم مندو ده هنخليه علي مثلا، هتشوف دلوقتي الدنيا ماشية ازاي. علي مثلا، تمام كده. تمام قوي. عندك هنا مثلا تغيير اسم الجروبات، تمام، مخلينها مثلا الرومات، هنخليها مثلا لو لاحظت بره هتلاقيها الرومات على فكرة، تمام. هنخليها مثلا ماشي الرومات، بس هنزود ايموشن، تمام. تمام قوي زي ما انت شايف كده. وعندك هنا تغيير اسم المكالمات برضو هنزود ايه، هنعملها طبعا رنات. هنزود برضو الايموشن ده وهنشوف هيتغير معانا ولا لا، تمام. هنا اسم الشتات برضو يا اسطى عندك انا عامله الفانز اهوت، هسميه برضو هعمل الايموشن ده وهنشوف هيتغير معانا ولا لا. عندك هنا طبعا تغيير اسم الحالة برضو يا اسطى هنعمل نفس الايموشن زي ما انت شايف كده، تمام. انا بعمل بس الايموشن ده عشان اثبت لك ان الاسامي بتتغير من غير اي مشكلة. عندك هنا اللي هو تصفية الروم عامة بأمر واحد، يعني حرفيا جمدان بمعنى الكلمة، تمام. عندك هنا سيزيل جميع الأشخاص من المجموعة تلقائيا بمجرد كتابة الأمر ده، تمام، وإرساله. عندك يا اسطى هتكتب الأمر ده وترسله في أي جروب عامة أنت تبقى مشرف فيه، سواء أساسي أو غير أساسي. كده يا اسطى كل سنة وأنت طيب في الجروب هتبص هتلاقي كله بيطلع تلقائي من الجروب، تمام. فدي حاجة فوق الروعة بشوية من نوعها. يعني عندك هنا إرسال رسائل بالصيغة ديت زي ما أنت شايف. عندك هنا طبعا فصل الشتات عن الرومات. هنا طبعا النسخة بترفع الريكورد ستوري زي ما انت شايف كده، هنفعله برضو وهنشوفه مع بعض. هنا اخفاء شريط الادوات. عندك هنا اضافة اكتر من حساب، اللي هو الايقونة اللي هي بتاعت اضافة اكتر من حساب لو انت عايزها تظهر في الواجهة، تمام. وهنا طبعا وضع الطيران في الواجهة برضو. عندك هنا تعطيل الدردشة المخفية الكلام ده. هنا طبعا اخفاء الارشيف بتاع الشتات نفسها، تمام. حرفيا يا اسطى النسخة بالجمدان ده تستاهل، يعني تستاهل كل خير والله. مش هتخسر اي حاجة لما تعمل لايك دلوقتي زائد كومنت جميل منك. بس هو ده اللي انا محتاجه منك يا اسطى، تمام. عشان حرفيا النسخه فيرجن 9 اللي هي نسخه رمضان هتبقى فوق الروعه بشويه، تمام. ان شاء الله النسخه اللي بعد دي هتبقى نسخه رمضان، تمام. تمام قوي. بس انا عايز النسخه دي توصل 300 لايك ان شاء الله. لو وصلت 300 لايك هنزل لك في اسرع وقت نسخه رمضان، تمام. تمام قوي. عندك هنا يا اسطى واللي هو خش هتجيبك بقى. عندك هنا ساعتها ما تخش كده ثواني، احنا دخلنا على التحكم في الوجه. عندك هنا تفكيك شتات وحظر الارقام والكلام من ده. هنا يا اسطى الانماط بتاعت الواجهه. عندك هنا اختار اسم الادخال والكلام ده كله. عندك يا اسطى هنختار مثلا النمط ده. عندك هنا الرد التلقائي بتاع رومات. عندك هنا اظهار الادمن في الروم نفسه.
هنا طبعا يا اسطى تم التحكم من المجموعه والكلام من ده، دي طبعا حاجه مش هتستفاد منها يعني. تمام. عندك هنا اظهار الستوري في الواجهه نفسه، لو انت عايز الستوري يظهر في الواجهه بدل مكان الستوري نفسه. تمام. عندك هنا التاكد قبل ارسال الاستيكر، طبعا لازم تفعل الزرار ده ومهم جدا انك تفضل مفعله. عندك ده بقى اللي هو تفيك الشتات، بمعنى اصح لحظر الارقام. يعني انت مثلا عايز الشخص ده اللي هو عكس الرسائل، بمعنى اصح زي ما انت شايف كده. يعني مثلا ارسل الرسائل التي تظهر على انها مستلمه زي ما انت شايف كده. تمام. اللي هو مثلا انت لما تيجي تبعت حاجه لحد طبعا بيظهر اللي هو اللي بعتها لك، انت فاهم ازاي؟ بس هو ده يعني عكس الرسائل لحظر الارقام والدنيا دي. بس يا اسطى طبعا يعني النسخه فيها دلوقتي ايه، النسخة دلوقتي فيها يا اسطى اللي هو عكس الرسايل، وفيها برضه نفس النظام تقوية إبلاغات. فحرفيا النسخة دي أساسا مخصصة لحظر الأرقام، فحاجة جمدان بمعنى الكلمة يا اسطى، والله العظيم تستاهل كل الدعم. تمام. النسخة دي حرفيا تعبت فيها جامد عشان تكون فاهم. عندك يا اسطى زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمة. هنا يا اسطى هيقول لك ايه، خش هتجيبك زي ما انت شايف كده. هنا طبعا لينك الكيبورد بتاعي. تمام. جمدان بمعنى الكلمة. عندك هنا لينك قناة التليجرام لازم تخش فيها طبعا، ومهم جدا. تمام. تمام قوي. زي ما انت شايف كده هنطلع مع بعض وهنشوف الجمدان كله دلوقتي يا اسطى. تمام. بعد ما طلعنا يا اسطى ودخلنا تاني، طبعا انت شايف حاجة غريبة دلوقتي. عندك هنا الرسائل كلها مخفية زي ما انت شايف كده. تمام. طب يا ترى يا مندو الرسائل دي مثلا اختفت ازاي؟ ده يا اسطى بتستخدم الزرار ده عند اللزوم بس، اللي هو زرار الرومات بمعنى صح. تمام. عشان لما اي حد يضيفك في رومات ويبدأ اللي هو يرمي عليك فيروسات، تمام، النسخة عندك ما تتأثرش نهائيا. تمام كده. تمام قوي. طب عندك كده لو دوسنا مثلا على الثلاث نقط، هنلغي طبعا الزراير اللي احنا فعلناها دي خالص. تمام. علشان الدنيا طبعا تظبط معانا زي ما انت شايف كده. تمام. لغينا طبعا الزراير ديت اهوت. تمام. عشان الدنيا دلوقتي تظبط معانا. طب لو طلعنا كده، بدأنا اللي احنا نطلع كده ونشوف النسخة تاني، هنلاقيها رجعت زي ما كانت تاني زي ما انت شايف كده. تمام. تمام قوي. يعني مميزات جمدان حرفيا في النسخة دي. دي طبعا يا اسطى الواجهة اللي في النسخة طبعا اتغيرت اهوت زي ما انت شايف. دي طبعا الواجهة بتاعت النسخة. عندك هنا اللي هو صورة البروفايل لو انت حاططها الرسايل بمعنى صح بالشكل الجمدان ده. دي طبعا يا اسطى الرنات. عندك هنا الستايت، هنا الرومات، هنا الفانز زي ما انت شايف كده. وطبعا كل حاجة اتغيرت اهوت. إيه عايز تغير برضو الكلام ده بتبدأ تغيره من غير اي مشكلة. عندك هنا ايقونة وضع حساب اخر زي ما انت شايف كده برضو اشتغلت معانا اهيت. يعني النسخة دي بتشغل اكتر من 50 حساب عليها من غير اي مشكلة. عندك هنا اسم علي اهوت، يعني احنا غيرنا اسم مندو الحاكم بقى علي زي ما انت شايف كده، برضو اتغير من غير اي مشكلة خالص. تمام. تمام قوي. يعني حرفيا يا اسطى النسخة بتاعت النهاردة فيها جمدان بمعنى الكلمة، وتستاهل كل الدعم اقسم بالله. عندك هنا اخر رقمين في الباسورد واللي هم يا اسطى 80. لو انت ما سمعتش اول رقمين في الباسورد فارجع واسمعهم عشان تفتح نسخة عندك من غير اي مشكلة خالص. زائد يا اسطى نوصل الفيديو ده 300 لايك عشان انزل لكم نسخة رمضان اللي هتبقى جمدان بمعنى الكلمة. تمام. وتقريبا ممكن تبقى في اول يوم رمضان ماشي، او قبل رمضان بيوم. تمام كده. على حسب ما الفيديو ده يوصل 300 لايك ان شاء الله. تمام. تمام قوي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. تقديرا لاخوك، اللايك بتاعك الجميل، الكومنت بتاعك الاجمل. بس يا اسطى ده اللي انا طالبه منك. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. زي ما قلت لك، سلام.